ومن المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر أن المؤمن يجب عليه التسليم لقضاء الله وقدره، ويجب عليه الرضا بقضاء الله وقدره، ولكن لا يجوز الرضا بالمعاصي، لكن ما مضى منها يجب التوبة منه، ولكنه يرضى به كقدر لله جل وعلا، لا يرضى به بمعنى أنه يحتج به على معصيته، لكنه يتوب ويجب عليه أن يتوب منه وينسى ما مضى، لأن من تاب الله عليه. ولهذا لما تاب آدم عليه السلام من معصيته لم يجز له لموسى عليه السلام أن يحتج عليه بالقدر، لأنه قد تاب منه، ومن تاب الله عليه فلا يعاتب فيما مضى. ولذلك لا يجوز أن تأتي إلى من عصى وتعاتبه فيما مضى إذا تاب منه، وإنما تعاتبه على المعصية إذا كان لا يزال مستمرا عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، لأن آدم قد تاب من هذه المعصية، ولهذا لم يجز لموسى عليه السلام أن يعاتبه عليها، وقد تاب منها، فكانت من قدر الله السابق الذي تاب منه، فلم يكن مناسبا أن يلام عليه، لأن الله قد كتبه له وقد قدره عليه جل في علاه، ولما كان قد تاب منه لم يكن مناسبا أن يعاتب عليه. ولهذا قال أهل العلم رضي الله تعالى عنهم: يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به على المعايب. فلا يأتي أن شخص يزني ويشرب الخمر ويأكل الربا ويقول هذا بقضاء الله وقدره، نقول أيضا: تب إلى الله بقضاء الله وقدره، وامتنع عن المعاصي بقضاء الله وقدره. ولهذا لا يجوز الاحتجاج به، وإلا لصح احتجاج الكفار بهذا على كفرهم، وهذا من التشبه بالكفار في معاصيهم وفي شركهم وفي كفرهم، لأنهم يحتجون بالقدر على ضلالهم وعلى كفرهم وعلى زندقتهم. وإلا لبطلت الشرائع، لو احتججنا بالقدر على الذنوب والمعاصي وعلى الكفر بطلت الشرائع، وما كان له حاجة أن يرسل الله جل وعلا الرسل، ولا أن يأمر بالتوحيد، ولا أن ينهى عن الشرك، ولم يكن للشرائع أدنى فائدة إذا كان الإنسان يفعل ما يشاء. ولهذا من أجمل ما ذكر في هذا من المقالات اللطيفة، أظنها تنسب إلى جعفر الصادق رحمه الله، وإلى نسبة إلى غيره من السلف، قال: إن الله أراد منكم أمرا فبينه لكم. هذا هو القدر، فهذا هو هذه الشريعة. وأراد بكم أمرا فأخفاه عنكم، فلا تنشغلوا عما أراده بكم، فلا تنشغلوا بما أراده بكم عما أراده منكم. ولهذا الذي يحتج بالقدر نقول له: أنت تعلم الغيب، تعلم أن هذا مقدر عليك أنك تستمر على هالمعصية، تستمر على هذا الذنب، تستمر على هذا، أنت لا تعلم القدر إلا بعد انتهائه، فأنت تمارس المعصية وتخالف الشريعة ثم تزعم أنه قضاء وقدر، فلا يجوز أنك تحتج بهذا لأنك ما تعلم الغيب. ولذلك ينبغي لك أن تحسن حتى يكون المقدر لك الذي هو غيب عنك هو ما أراده الله لك من الخير والهدى والاستقامة. وعلى كل حال القضاء والقدر مما يجب الإيمان به، وينبغي ترك الدخول في تفاصيله، لأنه أحيانا تدخل في تفاصيله فيعيك الأمر، فسلم لإرادة الله جل وعلا، واعلم أن الشرائع
جاءت بالأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فاشتغل بما أمرك الله جل وعلا به، ولا تنشغل بالقضاء والقدر، لأن هذا من الغيب الذي كتبه الله عز وجل بسابق علمه، لا أنه قد جبر الناس عليه. ولذلك لو قال إني مجبور، قل له هل أنت مخير الآن أن ترفع هذه القارورة؟ قال أنا مخير، لي أن أرفعها ولي أن أخفضها، وهذا متفق عليه عند العقلاء. إذن كذلك أنت الآن مخير أن تصلي أو تترك الصلاة، التخيير الكوني والقدري. أما التخيير الشرعي فليس لك فيه خيار، ليس لك، بل يجب عليك أن تصلي، ويجب عليك أن تزكي، ويجب عليك أن تحج، كل بحسب تفاصيله العلمية الفقهية.